السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة قلب التالتة شمال. النهارده منتخب مالي أعلن عن إصابة نجم النادي الأهلي أليو ديانج. الحقيقة ما وضحوش إيه نوع الإصابة، بس إن شاء الله تكون إصابة بسيطة ويرجع يكمل مع منتخب مالي ويرجع تاني للنادي الأهلي سليم 100%. كمان بكرة فريق النادي الأهلي بيرجع للتدريبات بعد فترة راحة 10 أيام من بعد آخر مباراة كانت بين النادي الأهلي وبين نادي فيوتشر، اللي النادي الأهلي كسب فيها 4-2 ورفع كأس السوبر المصري رقم 14 في تاريخ النادي الأهلي. كمان بيرجع رضا سليم المغربي ومحمد الضو كريستو التونسي بعد فترة غياب للاتنين بسبب الإصابة، بيعودوا تاني للتدريبات الجماعية مع الفريق. الفريق غايب عنه 15 لاعب بسبب انضمامهم للمنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. إن شاء الله يكون الكأس الثامن في تاريخ منتخب مصر ونعود تاني للانتصارات الأفريقية. كمان الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله هيلعب ثلاث ماتشات وديه. لسه ما تحددش هيلاعب مين، بس في احتمال يكون فرقه منهم اماراتيه وهتتلعب في الامارات. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر وللنادي الاهلي. السلام عليكم.